السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل مع بعض الرز الحبة وحبة، وازاي تعمليه في 10 دقايق وما يطلعش معاكي معجن ويطلع مفلفل. يلا بينا تعالي نشوف هنعمل ايه. معايا هنا حلة، معايا معلقتين زيت، معلقتين من السمنة، وهنا معايا كمية الرز بتاعتي. معايا نص كيلو من الرز مغسول ومتصفي كويس جدا، علشان التصفية بتاعته هي اللي هتسهل عليكي التحمير بتاع الرز. انا هنا هنزل بتلت الكمية بتاعتي، هشوحها في الزيت زي ما احنا شايفين. ايدك بقى فيها في التقليب لحد ما تاخد معاكي اللون الذهبي، وما تسيبيهاش على النار. لازم توصلي للون الذهبي اللي انتي شايفاه معايا ده. شايفين اللون جميل ازاي؟ ما تسيبيش ايدك من التقليب علشان ما تتحرقش معاكي وما يبقاش رزايه متحمره والتانية لونها ابيض. انزل بقى بكمية الرز التانية بتاعتي، اقلبها كويس عشان تتشمع في الزيت. معايا هنا نص معلقة من الملح، وانزل عليه بالمية المغلية علشان عملية السوا تتم بسرعة. هنا طبعا الرز المصري، كل كوباية من الرز المصري معاها كوباية من المية. لو حابة تحطي معلقة فلفل اسود مفيش مانع. هنا بقى اغطي الحلة، المية تغلي عليه. بعد كده يدوب هو 10 دقايق بس. اعريه، يعني شفتي المية اتشربت من على الرز، اهدي بقى النار عليه على الاخر واغطيه من تاني واسيبه علشان ايه تتم عملية السوا. شايفين بعد كده لقيت الرز استوى معايا على الاخر ومفلفل ومش معجن وما بياخدش معايا وقت خالص. يلا بقى قدميه بطريقة كده تكون حلوة وبتقدم مع اي اكل. دي لأول مرة اللي بيشوف قناتي، دي قناتي قناة هند سليم. للي حابة تشترك عندي يعني في القناة، ولايك وشير وسبسكرايب وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك مني كل جديد. وياريت يكون الفيديو عجبكم مني النهاردة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.